إسبانيا تدافع عن المغرب ضد البوليزاريو أمام القضاء الدولي، وهجوم جزائري على المغرب بأمر من تبون، والمغرب يسترجع تراثه المسروق. إخوان السلام عليكم، نهار مبروك، يحييكم أخوكم طارق حجاب في حلقة جديدة وفي مواضيع جديدة. خليكم معنا لنهاية الحلقة التي ستكون عبارة عن كوكتيل متنوع من الأخبار ومن المعلومات ومن التحاليل. نبدأ على بركة الله. في ظل الأزمة ديال الصيد البحري أمام محكمة العدل الأوروبية اللي كتعرف مستجدات وكتعرف تداخلات وكتعرف انتقادات وكتعرف تناقضات كذلك، الجميع ينتظر ويترقب نتائجها ويترقب كذلك الحكم النهائي. إسبانيا تفاجئ الجميع وتخرج بقرار أو بموقف حاسم، فضلا على الدور ديالها في الاتحاد الأوروبي وفي المفوضية الأوروبية والموقف ديالها الرسمي. يخرج الآن وزير الفلاحة والصيد البحري لويس بلاناس ليدافع بشراسة عن المغرب. لويس بلاناس طبعا بالنسبة لذاك الوقف ديال البروتوكول ديال الصيد البحري بين بلاده وبين المملكة المغربية، أكثر وزارة تضررت في الحكومة الإسبانية هي وزارته، هي وزارة الصيد البحري وكذلك الفلاحة. طبعا ما يعني هنا أنه ليس فقط نتحدث على لغة المصالح، بل نتحدث على لغة المواقف، يعني أن إسبانيا تريد إرسال رسالة واضحة للمغرب على أنها اتخذت واحد المنهاج، وأنها لم تعد لا تأبه ولا تبالي بالجزائر ولا بغضبها، لم تعد تمسك العصا من الوسط، بل أنها تدافع عن المغرب بشراسة وبوضوح. لويس بلاناس أكد أن الحكومة الإسبانية مقتنعة وأنها تدافع عن مشروعية الاتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وقانونيته، وأنه يتفق مع القانون الدولي لأن المغرب هو البلد الذي يدير الإقليم إداريا ويحق له إبرام اتفاقيات دولية باسمه. الآن نتحدث عن ملف السيادة، نتحدث على أن إسبانيا تذكر بسيادة المغرب على صحرائه وأن هي من لها الحق وليس البوليزاريو، يعني البوليزاريو لا محل من الإعراب ولم تكن يوما لا ممثلا لا وحيدا ولا مشتركا ديال ما يسمى بالشعب الصحراوي. إسبانيا قامت واحد الخطوة اللي كتبين أن هناك تجاوب واستجابة للموقف المغربي وللرد المغربي. يجب ألا ننسى أنه قبل أيام خرج السيد مصطفى بيطاس وتحدث عن تصريح أو الموقف ديال المملكة المغربية، وقال أن الموقف ديال المدعية العامة هو فقط رأي ومساهمة، وقال أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية. هذه كانت رسالة واضحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي من طرف المغرب، يعني أن المغرب لن يدافع عن نفسه هنا، لأنه كما قال السيد مصطفى بيطاس قال لك احنا ماشي طرف في الموضوع، نحن لا دور لنا في الموضوع، الطرف لسنا لا طرفا مدعيا ولا طرفا مدعى عليه، الطرف المدعى عليه هي إسبانيا. الطعون التي قدمت إسبانيا، هناك إن صح التعبير مشكل بين البوليزاريو والقضاء الأوروبي وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. نحن لسنا طرفا باش نخرجوا ندافعوا له، هو فقط خرج وذكر. يعني الفيلم تعرف واحد التشعبات، يعني وعرف واحد نقدروا نقولوا حلقات اللي هي معقدة، يعني أمر عبارة عن فيلم، فخصك تلقى ليه واحد المخرج. من يتحمل هذه المسؤولية وعليه تحملها حتى في المستقبل هي الدول الأوروبية وليس المغرب. يعني أننا اليوم نتحدث على أن التصريح ديال لويس بلاناس أتى كتكملة واستجابة وتجاوب مع التصريح ديال السيد مصطفى بيطاس اللي هو الموقف الرسمي والصريح والواضح ديال المملكة المغربية. ذكر بأن البوليزاريو لا تمثل ساكنة الصحراء ولا أحد أعطى هذا الحق، وهذا ما نريده نحن الآن، لأنه إسبانيا خرجت تدافع عن المغرب أمام القضاء الدولي.
كتدافع على المشروعيه ديالها. وطبعا هناك لغه المصالح ما نهضروش على لا داعي باش كاع نقولوا حنا قلنا غير من اجل الاستئناس. اما لغه المصالح فهي لغه ثابته، لغه ثابته. اسبانيا لو لم يكن لها مصالح، وهي مصالح اللي عرف المغرب كيفاش يمسك بها ودفع لاسبانيا ان تكون لها مصالح مع المملكه المغربيه، لما كانت قد قامت بهذا الدور الان، لكانت قد وقفت مكتوفه الايدي. لكن هنا علاش كنقول لك ان المغرب يعرف كيف يمسك بخيوط اللعبه السياسيه، وهذا ما فعله. الملف ديال النزع الملكيه ديال اللي قال لك سفاره جزائريه وقال لك انها عقارات في ملكيه الدوله الجزائريه، هذا الامر هذا قلت لكم ولا زلت اقولها. يعني لو كنتم مكان تبون او لو كنتم مكان صناع القرار الجزائريين، الله ينجيني الله ينجيني، ما احنا على دفال، انا غير كنقول لك لو كنتم، الله ينجينا ونجيكم، لو كنتم لا اغلقت هذا الملف وعطيت الاوامر ديالي، نقول لهم حتى شي واحد ما بقى يهضر على هذا الملف، نطفيو الضوء. علاش؟ لانه كتعتبر وصمه عار، كتعتبر وصمه عار. انت ضبطت وانت متورط في حاله تلبس، لان نظام الكابرنت تضبط في حاله تلبس في هذا الملف من بعد ما ظهرت وثائق العلن اللي كتاكد انه المغرب كان مع الجزائر في مفاوضات حبيه ووديه منذ سنوات اللي كتفوق سنتين، وانه تم الاتفاق على تبادل العقارين او هذه العقارات من الطرف الجزائري، والعقار ديالنا اللي في الجزائر العاصمه اللي هو المقر ديال السكن ديال السفير المغربي بالجزائر. هناك مفاوضات، هناك مشاورات، اتفاق، وهناك رساله مختومه من عند الجانب الجزائري اللي كتقول انها ستخلي المباني من بعد اتمام اجراءات البيع، يعني ان هناك تبادل حبي، وهذه وثائق ومراسلات رسميه، بالاضافه الى الاجتماع الذي كان بين وزاره الخارجيه المغربيه بالرباط والقنصل العام للجزائر بالمملكه المغربيه. هذه كل ادله وبراهين وحجج اللي كما قلت لكم نظام الكابرنت او المسؤول عليه خصو يقول ما تبقاوش تجبدوه، لانه اصبح كارثه تفضحنا امام العالم وامام المجتمع الدولي على اننا نبحث على الاصطياد في الماء العكر، واننا تفضحنا وان تشوهت السمعه ديالنا ان كانت لنا سمعه. مع ذلك تبون شنو قرر يدير دابا؟ كتعرفوا معروف بالكونتر خطه، خصو كونتر خطه ديالو. الكونتر خطه شنو هي؟ هو انه الان يرغم الاحزاب الجزائريه على الهجوم على المغرب. عرفتي شنو هي؟ هذه نقولها بالعاميه، خصنا ضروري نقولها بالعاميه، لا ما تجيش بطريقه واحده اخرى، ولكن نقولها بالعاميه. عرفتي كيقول لك حمي الطرح، ملي كيولي السوق وداكشي مجعده بالصداعات وكذا وكذا، ما كتبقى فاهم شكون مول الحق شكون مول الباطل، ما كتبقى فاهم والو. هذا ما يريده تبون، وكيظن على انه غيدير واحد السياسه اللي هي خطيره وسياسه عميقه باش يضرب المغرب وباش يضرب المصداقيه ديال المغرب وانه يخرج منتصرا. ترى وصلت مع المغرب على القضاء، ياك هددتوا نتوما غتمشيو للامم المتحده وتمشيو للقضاء الدولي. علاش ما التجأتوش ليه؟ لان القضاء ما كيامنش بهذا الصداع وبهذه البهرجه. القضاء يؤمن بالوثائق وبالادله والبراهين. عرفوا انه الا داروا هذه المشكله هذه المغرب حدو غادي يرسل الوثائق ديالو للهيئه ديال المحكمه او الامم المتحده وغيرجع للور، وغتكون هي الحد الفيصل. فاذا تبون شنو هي الكونتر خطه ديالو دابا الان؟ تفضح امام المجتمع الدولي، نضع الامر ديالو الاحزاب السياسيه اللي قال لها نوضي ديري واحد الحمله ضد المغرب، هجوم شرس على المغرب، وخرجت هي عجبها الحال تركب على الموجه وتطبل وتهلل شويه تبون طمعا في رضاه وفي حوافز ماليه وكذا وكذا. اشنو داروا؟ خرج دابا حزب جبهه التحرير الوطني اللي كتعتبر اكبر حزب في البلاد، خرج وقال لك ان هذا التصرف الاحمق الذي اقدم عليه نظام المخزن بمصادره ممتلكات سفاره الجزائر بالرباط يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسطوا موصوفا على الممثليات الدبلوماسيه للدول السيده، ويشكل مساسا خطيرا بالمواثيق والقوانين والمعاهدات الدوليه. انا شنو كيبان لك؟ كيبان لك ان هناك عمى، لا فعلا عمى. يعني حتى لو ان المغرب ادلى بوثائق ونشرها على المواقع بطريقه رسميه وذكر باجتماعات وهذو احزاب اللي عندهم السلطه وعندهم الصلاحيه باش انهم يوصلوا للمصدر ديال هادشي هذا، يقدروا يناقشوا مع وزاره الخارجيه ديالهم يقولوا واش فعلا نتوما درتوا مراسلات ولا ما درتوش، يقدروا يتاكدوا منها. ومع ذلك خرجوا كيكذبوا الامر وخرجوا كيتهجموا على المغرب بطريقه عمياء. يعني ان هاد الناس باش تعرف سوء النيه.
غنهضروا على احزاب اخرى شنو قالت وشنو الموقف ديالها، وغتلقى ان هادشي كلشي جاي من منبع واحد، بدل غير شويه الصيغه باش يموهوا. ولا طرف فيها، ولا طرف في هذه الاحزاب خرج وكذب الوثائق المغربيه. يعني حنا نفترضوا جدلا ان المغرب كيكذب، ما كاين لا مراسلات، ما كاين لا اجتماع مع السفير مع القنصل ماشي السفير ولا اي شيء. ما غتلقى حتى شي طرف منهم ما غيخرج وغيكذب انه كان هناك اجتماع، ولا غيكذب ان كانت هناك مراسلات، او غيكذب في المصداقيه والصحه ديال تلك الوثائق. يعني انه شنو كيقولوا هنا لسان حالهم واستنتاج ديال ما قالوه، يقول انه رغم وجود تلك الوثائق ونحن نعترف ضمنيا بصحتها، ونحن نعترف ونقبل ضمنيا انه كان هناك اجتماع لمتق مع القنصل العام للجزائر بالمغرب بالدار البيضاء والاعضاء ديال وزاره الخارجيه، ومع ذلك نحن نصر على موقفنا الغامض ولا ناخذه بعين الاعتبار. حزب صوت الشعب خرج قال لك اسيدي هذه الخطوه ضربت عرض الحائط لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه المعمول بها، ولا سيما اتفاقيه فيينا للتعاون الدولي والدبلوماسي. انا بعدا ما عندي لا تعليق، لان هذا ما انشاء صغير ديال الدري ديال في الثالث كتب احسن منه، ما اش غنقول عليه. نفس الكلام شدوه اول ندغوه واحد شويه وحطوه هنايا. حزب الكراكه ولا ما تكراكه والله ما كنعرف هذا الحزب، ما بغيتش نعرفه. ما قام به المغرب مخالفه صريحه لكل الاعراف والقوانين الدوليه المعمول بها، ما ينم عن المستوى المتدني الذي بلغه هذا النظام، وهو يصعد من عدائه ضد الجزائر خدمة الأجندة الصهيونية. واسمع، هاي فين وصلنا، هاي فين وصلنا، خدمة للأجندة الصهيونية وقوى الشر المتحالفة معه. والله إني لا أشفق على شعب الجزائر، والله إني لا أشفق من أعماق قلبي. عرفتي شنو هي الإخوان؟ أسوأ حاجة يكونوا كيدغدغوا لك المشاعر، يكونوا كيلعبوا بيك كيلعبوا بالعقل ديالك، يكونوا كيستغلوك وعارفا ان القدرات العقلانيه والعقليه ديالك ما يمكن ليهاش يعني تكتشف هاد المؤامره، لانها مؤامره داخليه ديالنا راسهم. دابا حنا نمشيو معاك بعيد سيدي، المغرب ساطع على هذه الممتلكات، نمشيو نتيقوك سيدي ونزعموا فرضا المغرب سيدي دا لكم الممتلكات ديالكم، ما كان لا اتفاق لا هادشي كاع ما كاينش، رغم انكم ما كذبتوش فيه وما طعنتوش في المصداقيه ديالو. كنعاود نقولها ونسطر عليها بالحمر، ولا في الصحه ديال الوثائق ما طعنتوش نهائيا، ما طعنتوش فيها. 13 مبادله او مراسله اللي تبادلت بين الطرفين، 8 من طرف المغرب و5 من طرف الجزائر موثقه، والاجتماع مع القنصل ما خرجوا ما طعنوا فيه ما كذبوا. نفترضوا سيدي حنا هادشي ما كاين منه والو، والمغرب سيدي دالكم سيدي وبغى ينتقم منكم وبغى يستفزكم، وان المغرب ضرب سيدي ومس بشكل خطير بالمواثيق والقوانين والمعاهدات الدوليه، وقام بمخالفه صريحه لكل الاعراف والقوانين الدوليه المعمول بها. هادشي كامل اش جاب دابا الصهاينه للهضره؟ هذا هو السؤال اللي عندي انا، بغيت غنفهمو، لان ما عرفتش اش من علاقه عند الصهاينه بالهضره. شنو غيستافدوا هادو اللي كتسميهم تاع الصهاينه بالطريقه هذه؟ اش غيستافدوا هاد الناس من انه المغرب كيسترجع واحد العقارات وغيضمهم لوزاره الخارجيه، رغم انه نعاود نقولوها بالخشبات والاقراص والعجين، حتى العجين راه مهم كينفع باش يفهموا بحال هاد الناس، نديروا مجسمات صغيورين نصوبوا لهم جميل بالعجين وزرافه بالعجين وداكشي. اش غيستافد المغرب او اش غتستافد اسرائيل في هذه الحاله هذه الى المغرب استرجع هذه العقارات وضمهم باش يوسع المقر ديال وزاره الخارجيه المغربيه في اطار المنفعه العامه، وسلك المسطره ديال القانون 781 اللي كيعطيه الحق باش انه ينزع الملكيه وتعويض الطرف المتضرر ان صح التعبير او الذي نزعت ملكيته من اجل المنفعه العامه. وتم عرض مبلغ على الجزائر من المال الخاص ديال جلاله الملك محمد السادس، هو اللي عطاهم شراء داك الملك اللي فين خداو دابا في طريق زعير، المقر فين بناو المقر ديال السفاره ديالهم من حر ماله الخاص ماشي من الخزينه ديال الدوله. هادشي كامل، هاد المسلسل كامل اش غتستافد اسيدي اسرائيل؟ انا عندي سؤال. يعني المغرب كون بغى يستفزكم وبغى يجيب عليكم يستعرض العضلات اللي بغيتو تقولوا ويخلق معكم مشكل، كان جلاله الملك غيجي ويشري هذه الارض اللي فيها اكثر من 5000 متر ويعطيها لكم في واحد من ارقى الاحياء ديال العاصمه، كان يتعسف عليكم ويديها لكم ويقول لكم شنو بغيتو.
ماشي يرضيكم ويعطيكم وكذا، ما تكونش هناك مراسلات. ونزيدوا علاش كنقول لك اللي وجهه قاصح راه وجهه قاصح، فضلا عن أن هذه الأملاك كان عطاها لهم الحسن الثاني رحمه الله سنة 1988 كهبة من الدولة المغربية، عطاها لهم، عطاها لما كانت الزيارة ديال الشاذلي بن جديد، من بعد يرجع العلاقات إلى نصابها من بعد 12 عام ديال القطيعة، والإعلان على الاتحاد ديال المغرب العربي باش يبين حسن النية والصدق وأن هناك مودة وعربون ديال المودة، وأننا غنبداو صفحة جديدة. يعني عطانا لكم غير خير من عندنا، عطا لكم الحسن الثاني رحمه الله، يعني طيبوبة منه وكرما منه وعطفا منه، وباش يعطيكم واحد العربون ديال المحبة، وليتو نتوما بغيتو ديروا لنا وقف حمار الشيخ في العقبة، وليتو باغيين تدعيونا، رغم أننا حنا ملي درنا المسألة ديال النزاع الملكية عامين وحنا معكم أكثر من عامين، وحنا معكم في المشاورات وفي المراسلات وكذا، وتعوضتوا وخديتوا طريق زعير، خديتوا 5000 متر وبنيتوا فيها هذيك الجقلاله ديالكم، ومع ذلك بغيتوا ترجعوا عاوتاني وتطالبوا بهذه وتقولوا هذا الشيء هذا. هادو زعما راه ما لقيتش الوصف، ما لقيتش، لا الوصف ما كاينش، بلا ما نقولوا شي حاجه نصدقوا غالطين ورمضان هذا، لان بزاف عرفتي هذا المستوى هذا راه ما تلقاش بحال هذا المستوى هذا. هذا المستوى راه نادر في العالم، راه ما كاينش، كايننا هما يا سبحان الله. ولكن كما قلت لكم الاخوان، هذا راه تبون، هذه فعيل ديال تبون، هذه والله حتى فعيل تبون هو اللي داير هادشي، تبون رغمهم، لانه بالنسبه ليه ما يرضاش يخسر امام المغرب، رغم ان هذا ماشي خساره. هنا اصلا هادشي مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، مبني على محاوله ديال زعزعه الامن والاستقرار ديال المغرب وضرب سمعته امام المجتمع الدولي اتهامه باتهامات غير صحيحه ولا توجد الا في مخيلته، فاللهم اجعل كيده في نحره. ندوزو الخبر زوين، نساو شويه الاخبار السيئه، نبدلو شويه، نقولوا سيدي خبر. عندنا سيدي خبر جميل، وأن المغرب يسترجع تراثه المسروق. نعم، اش قلت لك الاخوان، كنعاود نقولها ونعاود نقول لك هادشي ما فيهش خساره الامور، لا بغينا نقولوا دورنا حنا لا دور هذا، الا قمت انا بدور قاموا به المغاربه كاملين، الا قمت انت اخي المواطن اللي كتشوف فيا دابا بدور قمنا به حنا المغاربه، كتحسب لنا كاملين اي دور. لكن قلت لكم انه دائما خصنا نديروا حملات، خصنا نتحركوا كمواطنين. وأنا أقول أنه الدفاع عن تراثنا وعن وطننا وعن وطنيتنا وعن تاريخنا، كل ما عنده علاقة بالمملكة المغربية هو فرض عين وفرض كفاية في نفس الوقت على أي مواطن مغربي، وهو حق وواجب في نفس الوقت، مفروض عليك ديرو، وفي نفس الوقت ما يقدر يمنعك منه حتى واحد، هو حق وواجب. علاش كنقول هذا الكلام كله؟ قبل أيام هضرنا على ديك دار الموضه زعما اللي كتسمى ديك الشركه ديال بالنسياغا اللي سرقات لنا البلغه المغربيه، اما قال لهم راسهم دون حياء او استحياء سيطروا واستولوا على البلغه المغربيه وداروا عندهم، زادوا على شويه تخربيق منا شي طريزه منا شي حاجه، حطوها في السيت ديالهم كيبيعوا فيها تقريبا ما يناهز مليون سنتيم، ما يناهز واحد 10000 درهم مغربيه، 995 اورو، كتفوت مليون سنتيم ماشي ما يناهز. مزيان، حطوها تيبيعوها، سرقوها بكل وقاحه. لكن الحمد لله هذا الدور ديالنا، علاش كنقول لك اخي المواطن، راه الدور ديالك ما عمرك ما نقص من الدور ديالك، اش غندير انا؟ لا، نتحرك. ونزيدك واحد القضيه، علاش نقول لك دائما شارك الحلقه باش تعم الفكره والفائده، لان راه كنقوم بدور كنوعيه وكنعرفوا اي واحد فينا يقدر يدير حركه يتحرك وكذا. وكنت قلت لكم انني ملي شفت هذاك الموضوع سد لي الشهيه، وصدقني انا بديت كنكتب في رساله المسوده ديالها، باش ما نقولكش رساله، باش نكون معك صادق وصريح، بديت كنكتب فيها، كنت غراس للشركه ديال بالنسياغا، وعارف شنو غنكسب وعارف شنو غنكون، وعارف انه بحول الله غادي تكون نتيجه ايجابيه. لكن وقفت ورجعت قلت هذا الدور شكون اللي خصو يقوم به؟ عندنا وزاره الثقافه وعندنا وزير الثقافه، عندنا ناس كنخلصوا من الضرائب ديالنا، هذا واجبنا وذلك حقهم. لا، هما اللي خصهم يديروها، او على الاقل تكون في اطار تحرك شعبي. علاش غيديروا واحد؟ علاش غنديروا انا وعلاش غديروا انت؟ لا انا نعوض انا واحد هو خدمته ما يديرش نديرها انا، لا ما يمكنش. نوقفوا، اما نوقفوا كاملين وقفه رجل واحد، او يوقف ذلك الشخص اللي عنده دور خصو يقوم به. وبالفعل كان. انا سيدي اسمع، المغاربه تحركوا النشطاء وشنوا حمله شرسه على هذه الشركه بسبب استيلائها على احد عناصر الموروث المغربي وبيعه بداك السعر الخيالي اللي هضرنا عليه. وفعلا كان لنا ما أردنا. الشركة وخوفا من الفضيحة ومن المتابعة القانونية، لأنه هدوها بالمتابعة القانونية، وأنه راه غادي تدخل وزارة الثقافة
وهذه الحمله اللي شنينا كاملين وكنعاود نقول ما كتحسب لا ليا ولا ليك ولا الاخر، لينا كمغاربه كلنا واقفين وقفه رجل واحد، كلنا رجالا ونساء واطفالا كلنا. وبسبب هذه الضغوط سحبات البلغه الان ما بقاتش عندها، ما تدخل السيت ديالهم ما تلقاهمش، حيدوها وسحبوها من الاسواق، لانه كانت هناك اتهامات ثقيله اللي تقدر تعصف بالمستقبل وبالسمعه ديال الشركه. الاحتيال، الاستيلاء الثقافي، وكذلك الافتقار الى الابداع، فضلا عن تهديد قضائي. المغاربه هدوها بانهم غيلتجؤوا للقضاء، ولا تجعل عن القضاء شنو يبقى. طبعا احنا بدينا طريقه حبيه. شنو هي الطريقه الحبيه؟ الطريقه الحبيه هو اننا علمنا ذلك الطرف، درتي واحد الغلط او مصيبه، سرقتي لي حاجه ديالي، انا جيت بطريقه حبيه ارجع لي ديالي، ما تبيعش لي حاجه ديالي، لان ملك ديالنا وملك ديال الصانع المغربي المبدع المغربي وثقافتنا المغربيه ديالنا، ما ديالكش نتايا. الى عاد شنو هو؟ غندوزو للقضاء باش تعرف انه ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. هاد الشركه الاخوان لو ما عرفتش ان المغاربه على حق، ولا ما عرفتش راسها شنو دايره بالعاميه، ما عرفتش راسها الزبله اللي دايره ان سرقه لنا التراث ديالنا، كانت هذا الامر ما تجاوبوش، ما تسوقش ليك، ما تفيقش ليك من النعاس، غادي سير جري طوالك بالعاميه، لان ما سرق لك والو، لكن عرفوا راسهم شنو داروا، عرفوا على ان هناك جرم مع سبق الاصرار والترصد. عارفين ان البلغه ماشي ديالهم، مشاو سرقوها، قالوا ربما هما علاش لعبوا، قالوا راه المغاربه يمكن ما هضروش، وشوف دابا الجزائر كتضل تسرق لنا في التراث ما كيقولوا والو، وزاره الثقافه ديالهم ما كتقول والو، يا صاحبي حدوا منها خرجوا يقول شي مقال ويقلبوا، هادشي اللي غيديروا لي ويخليني انا نربح. عرفتي الشركه شحال تبيع ديال دوك البلاغي، وحنا كنعرفوا، وهذيك البلاغي خصك تعرفوا هذه القضيه، راه شوف باش نكون معاك واضح، انا ما شديتها ما بسيتها، ولكن كنعرف هذيك بالينساكا شنو كتصوب، راه على البلاستيك والسكاي وكذا. يعني حنا البلغه ديالنا كيصوب الصانع التقليدي وفيها تاريخ وفيها سنوات ديال الابتكار وفيها مده ديال العمل، هذاك الجلد باش كيتصاوب في لي طانري ديالها وداك المسائل كلها باش كيتصاوب باش كيدباغ وباش شحال من معلم كيخدم في هذيك البلغه، في اخر المطاف كاين اللي كتباع ب 60 درهم وكاين اللي كتباع ب 50 درهم. طبعا كاين دي كاتيجوري كتوصل ل 80 100 150 درهم الى غير ذلك، لكن كنقول لك انا كاين اللي كتباع ب 50 درهم وهما يجيو يصوبوا لك وحده بماكينه طق 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 كتلوح لك 50 70 الف في الدقيقه، كتلوحهم لك وتيبيعوا فيها ب 10000 درهم. تسرق لي التراث ديالي انا وسميتو. الا باغي التراث ديالي ومعترف به اتصل بوزاره الثقافه ودير الاجراءات اللازمه وخذ، ما عنديش ما عندي حق الملكيه ولا كري ولا شنو كاين يعني بالقانون، لانكم نتوما اللي هز لكم واحد الموديل ديالكم، عندكم دي انسبكتور اللي كيدوروا في الاسواق وكيعتقلوا في عباد الله. نعم، لكن الحمد لله المغرب هنا غايبين على الشراسه ديالو، وهذه غتكون رساله واضحه لوحدين اخرين اللي بغاو يسرقوا، غنأدبوا بها ناس اخرين. ونعاود نقولوها باش نختموا الحلقه، باللي المغاربه دابا تبتنا على اننا قادرين باش نوقفوا الجهات اللي كتسرق لنا التراث ديالنا. علاش هذه المساله الاخوان ما تنديروهاش مع نظام الكابرانات ومع الاطراف ديالو اللي كتسرق لنا التراث ديالنا؟ لو تحركنا قضائيا، لو تحركنا قانونيا، اقول ماشي بالعنف ولا بالعنف اللفظي ولا الكلام ولا نبداو نتسابوا، ولا ماشي ديالنا، نتحركوا قانونيا. وزاره الثقافه ديالنا تكون بالمرصاد، كتراسل وكتكتب وكتمشي للمصادر القضائيه. صدقني على انه التراث ديالنا لن يتجرأ احد على المساس به، لانه كيبقى هو الغنى والموروث ديال هذه البلاد. عاشت المملكه المغربيه الشريفه، ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله. اخوان، كنتمنى ان الحلقه نالت اعجابكم وكانت عند حسن ظنكم ومستوى تطلعاتكم. لا عجبتكم ما تنساوش تعطيونا لايك، اشتركوا معنا في القناه وخلونا تعليقاتكم. وطبعا هذا الشيء اللي قلنا دابا اللي كنقولوا فيه باش تعم الفكره والفائده، دير واحد شير او بارطاج ياك اخي المواطن. صافي نعول نتسنى دابا باش نديروا حمله اخرى نضحكوا شي شويه. كنشكركم بزاف وكيحييكم خوكم طارق حجاب، والسلام عليكم ورحمه الله.